الاداريين. هو ده الثلاث شهور اللي احنا اديناهم مهله لكل الجهات المعنيه سواء وزاره الشباب والرياضه او وزاره الداخليه لاعاده الروح الى كره القدم بعوده الجماهير الى الملاعب المصريه. يعني يمكن انا اتشرف ان انا قاعد جنب قامات محترمه سواء الكابتن المحبوب الجماهير المصريه كلها كابتن مدحت فؤوسه، يعني سافر مرتين، يعني كلمته في البرازيل او حظ ان هو كلمني في الحج وانا بدعي له، ويعني من المرات الاولى في حياتي ان انا اشوف شخصيه تحارب المرض بهذه الروح الدعابيه والفكاهيه. يمكن بكلمه مره فبيقول لي تصدق المرض ده طلع بطاره، قلت له يا كابتن كده، هو بيضحك قال لي طلع حلاق. انا مش فاهم يعني ايه حلاق، يعني قاعد بيقول لي طلع حلاق، يعني ايه حلاق؟ يعني بيقول لي يا محمود حلاق لشعر كله. يعني شوفوا الروح الدعابه. انا بكلم المهندس هاني عبد وزير الشباب بعد المكالمه ديت في حاجه كانت اتصال بيني وبينه، فبقول له قال لي ان شاء الله هينتصر على المرض، اذا كانت الروح دي موجوده هينتصر على المرض. فانا بهنيه ان هو انتصر على المرض، وبهنيه ان هو يعني بهذه الروح الجميله قدر يبسط الموضوع لكل اللي حواليه. يعني احنا بنتكلموا زعلانين وهو يعني بيدينا قوه وبيدينا يعني روح جميله جدا. هو انتصر بقى على المرض واحنا انتصرنا على احزاننا معاه، واحنا بنهنيه يا كابتن، وهتفضل طول عمرك رمز محترم لابناء بورسعيد، وان شاء الله نبارك لك بعد 8 شهور اللي انت قلت عليهم عشان ترجع بقى الملاعب تاني مره ثانيه ان شاء الله. الدكتور علاء اخويا الكبير رئيس جامعه بورسعيد الاسبق ونائب رئيس النادي المصري، انا بقول ان انتوا عاملين منظومه محترمه ومجلس اداره محترم متفاهم، ووصل النادي المصري السنه اللي فاتت بالمدربين بالاداريين بالمجموعه المحترمه اللي بتشتغل لمكانه نستحقها. يعني اذا كنا بنتكلم احنا شايفين احنا الثالث، اذا كنا بنتكلم كده بالامكانيات اللي كانت موجوده، فدي روح الحمد لله بالتكاتف الموجود سواء المدربين او اللعيبه او الاداريين او مجلس الاداره. ان شاء الله هنقدم موسم محترم هذا العام، ويفضل المصري رمز لكل رموز لكل انديه مصر اسمه النادي المصري. الناس بتستغرب مدى ارتباطنا بالنادي المصري، لازم يجوا هنا ويشوفوا يعني احنا لما كنا في المدارس يودونا المتحف الحربي ويروح النادي المصري يتفرج على الماتشات واحنا صغيرين، اتعلمنا كده، اتعلمنا حب النادي المصري واحنا صغيرين. فهو ده اللغز الناس لازم تعرفه، ان حب بدون مقابل. الناس هنا بتحب المصري لما بيحصل اي مشكله في بورسعيد سواء مشكله اقتصاديه سواء اي مشكله ويفوز النادي المصري، كل الناس تنسى احزانها وتفرح للنادي المصري. هو ده الناس كلها لازم تعرفه. ويمكن كان في اكثر من مبادره يمكن اتكلموا عليها الفتره اللي فاتت للمصالحه او يعني عوده الوئام بين النادي المصري والنادي الاهلي. اعتقد ان الفتره اللي جايه هتشهد خطوات كويسه جدا في عوده هذا الوئام، بعوده الجماهير ايضا الملاعب المصريه، ترجع الكره المصريه زي ما احنا عايزينها، زي ما احنا حابين نشوفها زي زمان. بشكر الكابتن عبد العالميه لهذا الاحتفال وهذه الدعوه، والحاج محمد جابر طبعا مشكور على هذه الاستضافه، وبنرحب ايضا بالاستاذ طارق رضوان ضيفا على بورسعيد وابن من ابناء بورسعيد. بقى اذا كان هو بيقول لنا هو بيحب بورسعيد وبيحب النادي المصري فبنعتبره ابن من ابناء بورسعيد. وبرحب بالكابتن اشرف على المنصه وبشكر حضراتكم واسف على الطلب. كمان قناة النهار وقناة الحدث الحقيقة بنشكرهم جدا على التواجد النهارده لتغطية الحدث مع باقي القنوات وشبكة شباب الرياضة والإذاعة القاهرة الكبرى. بمناسبة ال 100 سنة هجرية على إنشاء المصري، احنا كمان الصبح يمكن اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا وكنا تعمدنا ان احنا نذكرها عشان في أجيال ما تعرفهاش. هذا الشهر بيواكب ذكرى مرور 60 سنة على صمود شعب بورسعيد امام العمال الثلاثي. الحقيقه انا طبعا ما لحقش الحدث ده طبعا، انما لما شفت منه لقطات على اليوتيوب وعلى الانترنت وعرضتها يوم الاحد، الحقيقه انبهرت جدا لانه كان مقاومه شعبيه، كم الناس الضحايا كم غير عادي، كم البيوت اللي اتهدمت كم غير عادي. من 29 اكتوبر ل 23 ديسمبر، يعني بنتكلم في 56 يوم قصف يمين من 3 دول تمتلك اسلحه وتمتلك طائرات وتمتلك دبابات وتمتلك حاجات يعني صعب ان حد يقاومها، لكن الناس فضلت على مقاومتها. وكمان لما عرضنا لحظات خروج العدوان الثلاثي وانسحابهم فرحه الناس، ولما كانوا مرتبطين مع الجيش المصري وكانوا سعداء وبيلفوا في
المسيرات اللي في الشوارع، ولما طلعوا على تمثال ديليسيبس وكانوا بيحاولوا يحطموا برضه الحقيقه حاجات شيء جميل مسجله تاريخيه. فانا بحكي ده لانه التاريخ يعني احلى حاجه تتعمل دايما الشيء الدوكيومنتري او الشيء الموثق باللقطات، ده بيبقى حاجه يعني ما نقدرش ننساها ابدا. كمان النهارده لما مع الكابتن مدحت والاستاذ عبده الصبح كنا بنتكلم بقول لهم لو اخترتوا فريق للقرن من النادي المصري في ال 100 سنه دول، فالحقيقه الاثنين يعني فوجئوا بالسؤال لانه فعلا كم النجوم كبير جدا. اختاروا مين ولا مين ولا مين؟ هيتكلموا على الضزوي ولا هيتكلموا على عبد الرحمن فوزي ولا هيتكلموا على ابو حلاجه ولا على موسى عبور ولا على كم كبير جدا من الاسماء، يعني محمد شاهين، محمد بدوي، اسماء كتير جدا ما تتنسيش يعني. النهارده بحسن الحظ في تكريم كبير عمله الاستاذ عبده والاستاذ جابر كل نجوم النادي المصري بعتوا للنادي المصري على مجال مختلفه، وهنبدا معاه التكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير. قبل ان نبدا التكريم عايز اذكر معلومه صغيره عن بورسعيد غائبه عن حوالي 90% من ابناء بورسعيد بل جمهوريه مصر العربيه. اصل كلمه ابو العرب. بورسعيد قديما كان اسمها بيلوز، ثم بيرما، ثم الفرمه، ثم تنيس، الطينه، عموم الكنال، ثم بورسعيد. في الفرمه تحديدا ولدت السيده هاجر زوجة خليل الله ابراهيم، وبزواجها من سيدنا ابراهيم اطلق عليها سيدة العرب. وعندما ذهب بها الى شبه الجزيرة انجبت سيدنا اسماعيل عليه السلام، وعندما بلغ من العمر عامين احضرها وجاء بها الى مدينة الفرمة. وتبركا بالسيدة هاجر وسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل لقب سيدنا اسماعيل بسيد العرب، ليتطور الاسم بعد ذلك ليصبح السيد العربي، وهو اسم شائع عندنا هنا في بورسعيد اسم السيد العربي. واختصارا لهذا الاسم نقول العربي. نطلق على الام ام العربي وعلى الاب ابو العربي، فهنيئا لنا نحن ابناء بورسعيد اننا احفاد ام العربي وابو العربي. هنبدأ إن شاء الله بتكريم الإعلام الرياضي. الأستاذ طارق رضوان رئيس جمعية الإعلام الرياضي المرئي والمسموع. درع حبيبي، درع التكريم. الأستاذة الإعلامية ميرفت ورشان على حامد نائب رئيس النادي المصري ورئيس اتحاد الجمباز. الإعلامية منى عبد الكريم. نرحب بالفنان والمطرب الكبير سامح يوسف. الإعلامية ريهان سويلة. ويسلمها الحاج محمد جبر رئيس مجلس إدارة شركة النورس ستايل لإدارة الفنادق.
الإعلامية مروة الشرقاوي طارق رضوان. أستاذ مروة، أستاذ مروة، أيوه لحظة. من الإعلام الرياضي الأستاذ حاتم الدغيدي. الإعلامي الأستاذ حاتم الدغيدي. ويسلمها له الأستاذ عبد عالمية. الإعلامي الأستاذ ممدوح عبد العال. ويسلمها الدكتور محمود حسين. الإعلامي الأستاذ أيمن البرادعي. الإعلامي الأستاذ محمد خليل. نرحب بالسيدة اللواء يسري عمارة أحد أبطال حرب أكتوبر والذي أسر عساف ياجوري قائد ال 190 لواء مدرع. الإعلامي الأستاذ رامي توفيق جاء من خلف الكاميرا. جاي على البحر. الإعلامي الأستاذ أحمد وائل. ويسلمها لها الأستاذ طارق رضوان. أستاذ أحمد دقيقة واحدة. الإعلامي الأستاذ رضا عدم. الإعلامي الأستاذ أنور خليفة. الإعلامي الأستاذ وليد عبد الجليل. يتسلمها أحد زملائه. الإعلامي الكبير الأستاذ عثمان أباظة. من الأصوات المميزة في إذاعة الشباب والرياضة. أستاذ أباظة، أستاذ أباظة من فضلك. أيوه. الإعلامي الأستاذ وائل عيسى.
يسلمها له الأستاذ محمد جبر رئيس مجلس إدارة النورس ستايل لإدارة الفنادق. الإعلامي الأستاذ محمد مرسي. قناة النيل للرياضة. الإعلامي الأستاذ خالد الريدي. إذاعة البرنامج العام. القاهرة الكبرى. القناة الرابعة الإعلام. الإعلامي عمرو عمار ويتسلمها الأستاذ محمد الجمل.